ياسمين عبد العزيز ما عزتش منة شلبي ولا وقفت جنبها بعد موت ابوها. ايه اللي حصل وايه حقيقة الكلام ده؟ خلينا بس في البداية نفكركم ان منة شلبي وياسمين اتعاونوا مع بعض في اعلان مهم جدا خلال شهر رمضان، والاعلان بين قد ايه هم صحاب. لكن الغريب بقى ان ياسمين ما حضرتش جنازة او عزا والد منة، رغم ان في نجوم كتير قوي حضروا زي كريم عبد العزيز ويسرى وغادة عبد الرازق وكمان درة واحمد مالك. منة شلبي ظهرت في العزا والجنازة منهارة حرفيا، وكل اصحابها كانوا حواليها ومش عارفة تخرج من الصدمة دي. وكل يوم بتنشر على السوشيال ميديا صور مع والدها وكلمات بتبين قد ايه هي متأثرة ومنهارة ومش مستوعبة رحيله لحد اللحظة دي. وطبعا غياب ياسمين خلى ناس كتير تسأل عن السبب وازاي ما تكونش موجودة اليوم ده. بس طبعا ناس كتير ركزت على موقف ياسمين عبد العزيز وسألت عن سبب غيابها. بس الحقيقة بقى ان ياسمين مش متجاهلة منة شلبي ولا حاجة، ولا في اي خلافات بينهم زي ما بيتقال. ياسمين عبد العزيز متواجدة خارج مصر، بس كانت حريصة جدا انها تكلم منة وتعزيها. كمان منة لما بتنشر اي حاجة على السوشيال ميديا بتخص والدها بتدخل ياسمين اول واحدة تدعيله بالرحمة والمغفرة، وبتدعي كمان لمنة ان ربنا يصبرها.